هل من الممكن 2026 تبقى زي 2020؟ احنا النهاردة مش بنفتح ملف فيروس، احنا بنفتح دفاتر ذكريات أليمة بنربطها بالواقع اللي بنعيشه دلوقتي. لو أي حد فينا سأل نفسه ايه أصعب سنة عدت عليك، هيقولك من غير أي تفكير 2020. سنة كورونا، سنة القفلة، سنة الخوف حتى من الهواء اللي بنتنفسه. لكن واحنا هنا في قلب 2026 في سؤال بيطرح نفسه بقوة: هل احنا فعلا خلصنا؟ الحقيقة إن العالم دلوقتي عينه مش على كورونا اللي بقينا بنتعامل معاها كأنه دور برد تقيل. العالم عينه على التسونامي، الوحش الكاسر اللي مستني في الضلمة، فيروس نيباه. النهاردة هنحكي الحكاية من أول الخفاش اللي طار من ماليزيا سنة 98 لحد الرعب اللي بيحاول العلماء يحصروه النهاردة. وهنعرف هل 2026 هتبقى النسخة المرعبة من 2020. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير الفيديو ده مع كل أصحابك علشان نعرفهم حجم الكارثة وإزاي يخافوا ويعملوا وقاية لنفسهم ولعيلتهم من فيروس نباه. علشان تستوعب حجم الكارثة أو خلينا في حجم الحكاية لازم تحط الفيروسين في كفتين الميزان. كورونا كان زلزال، بس طوابعه هي اللي دمرت العالم بسبب سرعته، لكن نباه ده إعصار تسونامي مدمر في مكانه. بص بقى يا سيدي، تعال أحكي لك الحكاية كلها. كورونا كانت نسبة الوفاة فيها من حوالي 2% ل 3%، ومع ذلك قفل العالم كله على نفسه. تخيل بقى فيروس زي نباه نسبة الوفاة فيه بتبدأ من 40% وممكن توصل ل75% و80% في بعض المناطق. يعني لو دخل بيت لا قدر الله وبعد الشر علينا كلنا ممكن يخلص على نص سكان البيت في أيام أو سكان البيت كله. كورونا كان بيلعب على النفس، نباه بيلعب على المخ. كورونا كان بيلعب على نفس البني آدم وخوفه وكمان على الرئتين، إنما نباه بقى بيلعب على المخ والخلايا العصبية. كورونا كان بيخليك مش قادر تاخد نفسك، لكن نباه بيخلي مخك نفسه يتحرق من الالتهاب. الدمج بين السنتين بيورينا إننا قدام عدو مختلف تماما في النوع وفي الشراسة. رحلة بقى الفيروس ده من الغابة للمدينة. تعالوا بقى نرجع شوية بالزمن لورا. نباه ده ما جاش كده من فراغ ولا انتشر كده زيه زي أي حاجة تاني زي دور البرد. الحكاية بتبدأ من دولة ماليزيا، لما البشر قرروا يهدوا الغابات ويبنوا مزارع خنازير في أماكن كانت أصلا ملك الخفافيش. الخفافيش بقى لما لقت إن بيتها بيتهد راحت سكنت في شجر الفاكهة اللي فوق حظائر الخنازير دي. الخفاش بقى بياكل حتة من الثمرة، لعابه بيقع على الأرض، الخنزير ياكله، الفيروس يتحور جوه الخنزير ويبقى قنبلة بيولوجية، وبعدين ينتقل من الإنسان. وفي 2020 السيناريو كان مشابه شوية، تداخل بشري مع الحياة البرية. الفرق بقى إن إحنا في 2026 الخفافيش ما بقتش محتاجة غابات، الخفافيش بقى بقت بتعيش وسطنا عادي فوق أسطح البيوت وفي النخيل، وده اللي بيخلي نقطة التماس بيننا وبين الفيروس قريبة جدا ومرعبة. في بنجلاديش والهند الموضوع أخد طابع درامي أكتر. في عدة من الناس كده أو عادة بقى إنهم بيعلقوا جرايد فخار على شجر النخيل علشان يجمعوا عصير النخل كده الصبح ويشربوه. الخفافيش بقى بالليل بتعتبر الجرايد دي بوفيه مفتوح، طبعا ما انتوا هديتوا لها بيتها هتروح فين؟ بتشرب وبتعمل حمام فيها. الناس بقى تيجي الصبح تشرب العصير ده فريش طبعا، والنتيجة بقى كانت مرعبة. قرى بحالها كانت بتختفي، ومن هنا تظهر العدو الحقيقي للإنسان وهو الإنسان مش الخفاش، والعدو الحقيقي ليك هو نفسك والناس اللي حواليك. في 2020 كنا بنخاف من العطسة في نباه، إنما إحنا في نباه بقى هنخاف من اللمسة ومن الرذاذ، من التعامل القريب مع المريض. المصاب بقى بيبدأ بحمى وصداع وفجأة يدخل في نوبة توهان غريبة، بيبدأ ينسى هو مين وبعدها غيبوبة سريعة. الرعب الحقيقي بقى إن في ناس بتخف منه بس بتفضل عايشة بآثار عصبية أو بيجيلهم صرع بعد سنين، كأن الفيروس ساب صدمته في دماغهم ومشي. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه واحنا في 2026، هو احنا ما اتعلمناش حاجة من 2020؟
الحقيقة بقى إن إحنا اتعلمنا كتير، بس الفيروسات كمان بتتعلم. في 2020 كنا بنعتمد على رد الفعل، يعني نستنى الكارثة تحصل وبعدين ندور على حل. دلوقتي في 2026 بقى عندنا رصيد باقي. العلماء دلوقتي بيستخدموا الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي علشان يراقبوا هجرة الخفافيش وتغير المناخ، ويقولوا لنا خلي بالكم المنطقة دي بقى مرشحة لظهور فيروس نباه. لكن الأزمة الكبيرة لسه موجودة. نباه ده ملوش لقاح معتمد زي كورونا، ملوش حقنة تروح تاخدها في الوحدة الصحية وتطمن. العلاج ده بقى لسه تجريبي، وده اللي بيخلي أي ظهور لنباه في 2026 بيتعامل بقى كمعاملة حالة طوارئ قصوى. لو تخيلنا بقى إن النباه قرر يعمل طفرة تخيلية ينتشر بسرعة زي كورونا، إيه اللي ممكن يحصل؟ في 2020 العالم اتهز اقتصاديا ونفسيا، لكن في 2026 ده لو حصل مع فيروس زي نباه احنا مش بنتكلم عن أزمة، احنا بنتكلم عن تغير في شكل البشرية، بنتكلم عن كارثة. تخيل بقى مدينة كاملة تدخل في حجر صحي، مش عشان خايفين من كورونا، لأ، علشان خايفين من فيروس بيموت 7 من كل 10. المشهد ده هو اللي مخلي منظمة الصحة العالمية حاطة نباه على القائمة السوداء. بس النقطة المضيئة الوحيدة، ما احنا مش هنخلي لك الفيديو كله سلبي، إن نباه تقيل في حركته. يعني المريض بيتعب بسرعة جدا فما بيلحقش يتحرك ويركب طيارات ويلف العالم زي ما حصل في كورونا. الناس كانت ممكن تفضل شايلاه وتسلم عليه وهي أساسا مناعتها قوية ومش حاسين بيه. هو ده الأمل الوحيد اللي احنا لحد دلوقتي متمسكين فيه. احنا في 2026 وبقينا عارفين ان النظافة دي مش رفاهية، دي وسيلة بقاء، وان غريزة البقاء هي اقوى غريزة عند الانسان. دروس بقى في 2020 دي لازم تفضل قدام عينينا. الفاكهة، مفيش حاجة اسمها اكلها بقى في الارض او اكلها في الغيط. الفاكهة دي لازم تتغسل بخل ومية وتتقشر بقى لو ينفع، لان اي ثمرة فيها عض او خدش دي تترمي فورا. دي ممكن تكون تمن حياتك وتمن حياة أسرتك وكل اللي بتتعامل معاهم بتحبهم. والتعامل بقى مع الحيوانات، نبعد عن الخفافيش بقى وأماكن تجمعها، ده بقى ضروري جدا لأن هي اللي بتنقل المرض. ولازم بقى يكون عندنا وعي صحي، احنا كبرنا بقى وتعلمنا من 2026. لو حد ظهرت عليه أي أعراض تنفسية مع توهان أو صداع غير طبيعي، ده مش وقت وصفات والذكاء الاصطناعي وتدخل بقى، ده وقت عزل فوري، ولازم تعزل عن كل اللي في البيت. في النهاية أنا مش جاي أحكي لك قصة رعب، أنا بحكي لك قصة وعي. 2020 كانت الألم اللي فوقنا وفوق العالم كله. 2020 كانت سنة الدمار والتوهان والانهيار الاقتصادي على مستوى العالم. لكن في 2026 هي الوقت اللي لازم نثبت فيه إن إحنا فهمنا الدرس. نباه فيروس خطير أيوة، بس إحنا كبشر عندنا عقل، وده اللي بيميزنا عن باقي المخلوقات، وكمان عندنا قدرة على المواجهة. العالم مش هيقفل تاني لو احنا فضلنا صحيين. العلم شغال، والأطباء في 2026 بقوا بأجهزة كتير متطورة أكتر من 2020. خليك دايما فاكر إن الفيروس بيستنى غلطة، واحنا اللي بنسمح بالغلطة دي تتكرر تاني. اغسل ايديك واغسل الفواكه كويس، وخلي قلبك جامد بس بعقل وبوعي، وافتكر دايما إن الوقاية خير من العلاج. يا رب يحفظنا جميعا ويجعل سنة 2026 دي سنة خير وسلامة، بعيدا عن الكوابيس القديمة والجديدة. وربنا يا رب يجعلها سنة طمأنينة وسلام علينا وعلى أمة المسلمين أجمعين. أشوفكم في فيديو جديد، وخليك دايما أذكى من الفيروس. أتمنى من الله عز وجل في نهاية الفيديو إن هو يكون عجبكم، ولو عجبكم وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تقولوا لي رأيكم فيه، وشير ولايك للفيديو ده، وما تنسوش كمان السبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان إن شاء الله كل ما ننزل فيديو معلومة جديدة يوصل لكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.